أهلا ومرحبا. شكرا على الاستضافة. بالطبع بعد دخول المغرب أو بعد حصول المغرب بالأحرى على أنظمة صواريخ هيمارس الصاروخية، والتي سيتسلمها مجهزة بالصواريخ الباليستية التكتيكية والقنابل المجنحة، دخلت المملكة المغربية نادي دول أقرب حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، وهي رسالة واضحة من البيت الأبيض الذي يرى في المملكة والمغرب تحديدا والقوات المسلحة الملكية الحليف الاستراتيجي والمحاور الرئيسي له بالمنطقة شمال إفريقيا وبالقارة، وهي سياسة لا يمكن أن تتغير بتغير الحزب الحاكم كما يدعي أعداء وخصوم الوحدة الترابية للمملكة. نظام هيمارس نظام ردعي بامتياز، اكتسب سمعة كبيرة بعد النتائج الكبيرة التي حققها في ميدان القتال مؤخرا، وهو نظام مدفعي متحرك يمكن نقله جوا، وسيحصل المغرب على 3 أنواع من هذه الصواريخ. أولها الصواريخ التكتيكية بمدى يمكن أن يصل إلى 300 كيلومتر، كما يمكن لكل شاحنة قذف صاروخ واحد، وقد أثبتت فاعلية كبيرة في ساحة القتال بدخوله الخدمة في المغرب، ويصبح بهذا الدخول يعني أول صاروخ باليستي في تاريخ القوات المسلحة الملكية المغربية، ومن مهامه الأولى تدمير الأهداف الاستراتيجية المعادية في العمق. ثانيا الصواريخ M30A1 و M30A2 الموجهة بمدى عملياته بين 70 و 85 كيلومتر، وسيكون هذا النظام إضافة نوعية لمجموعات المدفعية الملكية التي تؤكد بذلك مكانتها كأساس قوي لقدرات الردع للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب الأنظمة التي توجد اليوم قيد التدارس أو التي تنتظر المملكة تسلمها من حلفائها التقليديين والجدد. من جهة أخرى، وكما سبق أن أعلن عن ذلك منتدى فارماروك قبل أسابيع، من أن القوات المسلحة الملكية الجوية تسير نحو تعزيز قدراتها العملياتية بدخول أسلحة تكتيكية ستحسن جودة تسليح أسرى بمقاتلات F-16 التي تمتلك أسلحة نوعية لا يوجد مثيل لها لدى العديد من دول القارة. دخول القنابل المجنحة بعيدة المدى من نوع JSO 54C سيجعل من البلاد أول بلد إفريقي يستخدم هذا النوع من القذائف المدمرة للقوات. دخول المقاتلات F-16 اللي كتمتلك أسلحة نوعية لا يوجد لها مثيل لدى العديد من دول القارة الإفريقية. دخول القنابل المجنحة بعيدة المدى المعروفة بالسو 54C سيجعل من المملكة أول بلد إفريقي يستخدم هذا النوع من القذائف المدمرة والذكية، والتي أثبتت فاعلية كبيرة في ساحات القتال، ومن شأنها أيضا تعزيز قوات الردع للقوات المسلحة الجوية الملكية في انتظار مباشرة صفقات جديدة ستعزز الريادة الإقليمية والقارية للمملكة المغربية في أفق تحصين مكتسباتها والدفاع عن حوزتها الترابية بشكل يجعلها القوة المسلحة الأولى جويا على صعيد إفريقيا.